السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. في اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناة. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. هنعمل مع بعض النهاردة بقى ان شاء الله شوية عيش شامي كده بطريقة سهلة جدا 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 ومكونات بسيطة. العيش هيعجبكم جدا، طري جدا يعني بصراحة تحفة. يعني وكله اتنفخ معايا كده ما شاء الله، وحاجة طرية وحاجة يعني ما شاء الله في السندوتشات، يعني تحفة 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 بجد. شايفين ما شاء الله العيش من جوه عامل ازاي؟ طبعا بقى اسلوب كده انت بتتحكمي فيه براحتك. عايزه اقول لكم ان نص كيلو دقيق عملوا معايا ال20 رغيف اللي حضراتكم شايفينهم دول بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، يعني ما شاء الله تحفة جدا. فيلا بينا بقى ندخل في المقادير اللي عندنا. دي كل المقادير اللي احنا هنستعملها. انا عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، ما يعادل نص كيلو. انا مستعمله الكوبايه دي عيرت بها 4 كوبايات. عندي هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، وهنا برضو عندي معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر. في البداية هنا بس حابة ان انا يعني هوزن الدقيق مع حضراتكم عشان اوريكم ان هو فعلا نص كيلو. بس في البداية انا ضفت الملح والبيكنج باودر على الدقيق وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وبعدين هبدأ بقى ان انا اجيب الميزان كده عشان حضراتكم تشوفوا الوزن. يعني هو نص كيلو بالظبط، 4 كوبايات زي ما وريت الكوباية المعيارية اللي وريتها لحضراتكم كده. هبدأ هنا بقى اظبط الميزان عندي. قربت لكم الكاميرا كده بحيث انكم تبقوا شايفينه يعني من قريب. هبدأ انزل بقى بكل كمية الدقيق اللي عندي، يعني ما شاء الله يعني هو نص كيلو، يعني 509 8، يعني نص كيلو بالظبط. يعني دي كمية الدقيق اللي انا استعملتها. يا دوبك بس عشان اكون صادقة معاكم، انا ضفت كمان معلقة، يعني هتشوفوها في الفيديو. انا ضفت معلقة كمان بس لان لقيت العجينة بتلزق مني شوية، فحبيت ان انا اضيف عليها معلقة كمان من الدقيق. فبدأت بقى هنا ظبطت المكونات الجافة اللي عندي، وهبدأ بقى ان انا اسيبها على جنب كده. جبت عندي هنا بقى المج اللي حضراتكم شايفينه ده، هبدأ ان انا اضيف فيه الخميرة والسكر. وطبعا عندي مية انا مدفياها كده، يعني خليها يا دوبك مية دافية كده، انا مسخناها على النار. ممكن تعمليها في الكاتل اي حاجة. وهبدأ بقى ان انا اجيب المية اللي عندي وابدأ بقى ان انا اضيفها على السكر والخميرة. هقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما الاقي الخميره بدات ان هي تعمل فقاعات كده، اعرف ان الخميره كويسه. حابه انك تسيبي الخميره وتختمريها، يعني تشوفي خمرها وكده. ده طبعا حسب رغبتك، بس انا مجربه الخميره دي وعارفه ان هي كويسه جدا وعملت فقاعات زي ما حضراتكم شايفين كده. وانا بقلب ده معناته ان الخميره نشطه وكويسه. هبدا انزل بقى بالميه اللي عندي هنا على الدقيق. وهبدا بقى ان انا اقلبه كويس جدا. حابه بقى انك تضيفيه في العجان، حابه انك تعجني على ايدك، يعني مفيش اي مشكله. انا عندي العجان بس حبيت ان انا اعجنه على ايدي كده مع حضراتكم. بدات بقى ان انا قلبت بالمعلقه شويه كده، وجبت هنا بقى ربع كوبايه كمان من الميه. وبدات بقى ان انا ضفتهم. بصوا حضراتكم، عودوا نفسكم دايما لما تكونوا بتعملوا معجنات ما تربطوش نفسكم بكميه الميه مثلا اللي بتتقال في الفيديو. لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني في كميه السوائل اللي بياخدها. يعني مثلا في دقيق، مثلا الدقيق مثلا عندي هنا خد مثلا كوبايه وربع، ممكن معاكي ياخد كوبايه بس، ممكن ياخد اكتر من كده، ده على حسب نوعيه الدقيق. فانت مثلا بتضيفي الميه واحده واحده كده لحد ما توصلي لملمس العجينه اللي انت عايزاها. او مثلا بتكوني عارفه مثلا نوعيه الدقيق دي او بتاخد كميه الميه دي. يعني انا ما باجي مثلا اخد وصفه معجنات، وصفه اي حاجه، انا مثلا ما برتبطش بكميه الميه اللي بيحطوها في الفيديو. انا ببدا اضيف واحده واحده لحد ما اوصل لملمس او لقوام العجين اللي بيبقى معاهم في الفيديو. فانا هنا مثلا عارفه ان الدقيق بتاعي هياخد معايا كوبايه وربع من المج اللي حضراتكم شايفينه ده. فبدات بقى ان انا ضفتهم كده، وبدات بقى ان انا اقلب، فحسيت ان العجينه ملزقه قوي زياده عن اللزوم. فبدات ان انا ضفت معلقه كمان. انا عايزه العجين معايا يكون فيه سنه تلزيق كده، يعني حضراتكم هتشوفوا ان هو يعني ملزق في ايدي شويه، مفيش اي مشكله. انا عايزه سنه التلزيق دي يعني هيفرق معاكي جدا. يعني تابعوا الفيديو للاخر هتشوفوا ان سنه التلزيق دي مش هتبان خالص اساسا يعني. بس حلاوته في انك تكوني مخليها طري كده. بدات بقى ان انا اقلبه كده زي ما حضراتكم شايفين، يعني شايفين فيه سن تلزيق كده، مفيش اي مشكله خالص. بدات بقى ان انا عجنته كويس جدا، يعني قعدت عجنت فيه شويه حلوين كده لحد بقى ما لقيت ان العجينه لونها فتح كده وبقى فيها مطه كده. يعني كده خلاص بقى اتاكد ان خلاص العجينه معايا بقت قوامها كويس وقوامها ممتاز. يعني اول ما لونها يفتح كده خلاص كده اتاكدي ان هي كده خلاص بقت تمام. شايفين بقى هنا بتلزق في ايدي زي ما قلت لحضراتكم، مفيش اي مشكله خالص. هنفضل نقلب 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 لحد بقى ما تبدا كلها تتلم كده في حته واحده. شايفين بقى ما شاء الله كل ما بتعجني فيها، يعني كل ما
ما لونها بيفتح وتحسي ان بيبقى لها عرق حلو كده. شايفين ما شاء الله العجينه يعني ممتازه جدا جدا. هبدا بقى ان انا اجيب عندي هنا معلقه كبيره من الزيت. لما هضيف الزيت هنا بقى يعني هتلاقي بقى كل التلزيق ده يعني الى حد ما راح خالص، يعني بقت قوامها الى حد ما كويس كده. يعني هبدأ بقى ان انا اعجن الزيت كده لحد ما كل كمية الزيت تختفي معايا في قلب العجينة. شايفين بقى ما شاء الله العجينة ما بقتش تلزق زي الاول، بس سنة التلزيق الاولانية دي هتفرق في طراوتها جدا. بدأت بقى ان انا سويتها كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبدأ بقى ان انا اسويها في قلب البولة واسيبها بقى لحد ما ان هي تبدأ تخمر. شايفين يعني حروف الطبق نطفت خالص، ما بقاش فيها تلزيق، ما بقاش فيها اي حاجة، وما بقتش تلزق في ايدي زي الاول. هبدأ بقى ان انا اغطيها كده واسيبها مع نفسها في مكان دافي كده. يعني هغطيها بكذا فوطة كده واسيبها ان هي تختمر كويس جدا. هنا بقى بعد ما اختمرت كده حبيت بقى ايه اشارككم على الطبلية كده وانا قاعدة بعملها. انا ما بقدرش ان انا افضل مثلا هفضل واقفة على الرخامة فترة طويلة وكده. فهنا بقى جبت العجينة عندي ما شاء الله. شايفين خمرت يعني ما شاء الله العجينة تحفة جدا جدا جدا، ومقاديرها سهلة وبسيطة. بدأت بقى ان انا هبدأ ان انا اهبط الخمر كده شوية، وجبت بقى رشة من الدقيق حطيتها كده على الطبلية، او مثلا تحطيها على الرخامة مكان ما بتشتغلي. وهبدأ بقى ان انا اقطع الكور. حاولي يعني تكون الى حد ما حجمها قريب من بعض، مش هقعد اقولك بقى مثلا ايه هنوزن والكلام ده، لا انت مثلا ايه حاولي الى حد ما تنيك قطعي لحد ما تلاقي ان يعني بقى حجمهم الى حد ما قريبين من بعض. ببدأ هنا بقى ان انا اخد القطعة كده وابدأ بقى ان انا اكورها كده كأننا بنعمل قرص. يعني بقطع القطعة، انت مثلا حابة تكبري حجم الرغيف حابة تصغريه مفيش مشكلة. انا عملوا معايا يعني 20 رغيف، في منهم رغيف صغنن كده هوريه مع حضراتكم وانا بسويه. فانت مثلا ممكن تقللي الكميه، مثلا تخليهم 15 رغيف وحجم الرغيف كبير كده، يعني ده على حسب رغبتك انت. بس انا بحب الحجم اللي حضراتكم شفتوه في قلب الفيديو كده. يعني تخيلي كده انت مثلا لو جبت كميه العيش دي من بره، يعني ده بنص كيلو دقيق. يعني مثلا انضف نوع دقيق مثلا دلوقتي ب20 جنيه، يعني مثلا نص كيلو دول ب10 جنيه، مع شوية مية مع شوية ملح والبيكنج باودر والخميرة والكلام ده. فما شاء الله عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها كده. هو بس يا دوبك رغيف صغير كده اللي بقى معايا في الاخر. هم اتعملوا معايا 20 رغيف. بدأت بقى غطيتهم تاني وسبتهم لحد بقى ما ايه يرتاحوا كده. وجهزت عندي صينية هنا حطيت في قلبها فوطة كبيرة كده. انا كنت مجهزة جنبي كده كذا فوطة عشان ان انا ابدأ اغطيه كويس جدا بحيث ان هو يختمر بسرعة. وبدأت بقى اخد كل كرة انا عملتها كده، وهبدأ بقى احط تحتها رشة من الدقيق، وارش من فوقها كده رشة برضو من الدقيق. طبعا بنغطي بقى اللي معانا هنا عشان ما ينشفش. هبدأ بقى ان انا ارش عليها رشة من الدقيق كده واظبطها، اظبطها بايدي الاول. وبعدين ابدا بقى اجيب النشابه او البردانه، ابدا ان انا بقى افرد، احاول الى حد ما اخليه يعني شكله دايره كده الى حد ما. هبدأ بقى افرده زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بقى السمك ده طبعا بيرجع لحسب رغبتك، انت حابه سمكها تخين قوي، حابه مثلا سمكها قليل، ده برضو يعني على حسب رغبتك. انا مثلا بحب سمكها يكون الى حد ما معقول، ما بحبش مثلا سمكها يكون تخين قوي زياده عن اللزوم. فانا بخلي مثلا بقعد افرد لحد ما خلاص بوصل للسمك اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني انا بحب سمكها كده. هفرد كام واحده مع حضراتكم كده، وفي الاخر بقى اكمل الباقي كده مع نفسي. بس حابه اقول لحضراتكم انكم مثلا لو حابين بتعملوا العيش ده، انا حبيت اعمله لكم بطريقه اقتصاديه جدا بشويه ميه وحاجه سهله جدا. انت مثلا ممكن تضيفي مثلا بدل ما تعجني ميه تعجني لبن. طبعا انت كده بتزودي القيمه الغذائيه بتاعته. ممكن مثلا تضيفي عليه الزبادي. يعني انت بتكوني عامله الحاجه في البيت مثلا لاولادك وكده، يعني دي انت بتحاول بقى تعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. انا بس حبيت اعملها بالميه كده مع حضراتكم عشان تشوفوا ان هو سهل جدا وطلع طري جدا، لا محتاج زبادي ولا محتاج اي حاجه، يعني من غير زبادي ومن غير اي حاجه هو طري جدا جدا. بدات بقى ان انا فردت كده زي ما حضراتكم شايفين، وببدا بقى ان انا احطهم على الفوطه كده، وهفرد بقى باقي الكميه زي ما قلت لحضراتكم. هنا بقى الفوق بقى ده الرغيف الصغنن اللي قلت لحضراتكم عليه. بدات بقى ان انا هنا حطيت اول طبقه، وبعدين فردت فوقيها فوطه، وفردت الطبقه التانية. يعني مثلا ما نحطش العيش فوق بعضه زي ما حضراتكم عارفين. بدأت بقى غطيت فوطة بفوطة كده، وبدأت بقى اغطيه واسيبه لحد ما يخمر. هنا بقى بعد ما خمر كده جبت عندي طاسة او حلقة او صينية تيفال. يعني يستحسن ان هي تكون تيفال. وبدأت بقى ان انا على نار وسط كده، بدأت بقى ان انا حطيت العيش بتاعي. ببدأ بقى احطه على وش لحد انا عايزاه من تحت يا دوبك يتشمع بس، يعني
ما ياخدش لونه كده، يا دوبك بس يبدا يمسك نفسه من تحت، ابدا ان انا اقلبه على الوش التاني. واول ما ياخد برضو تشميعه كده من الوش التاني، ابدا بقى ان انا اقلبه واسيبه كده بقى لحد ما يعني يفرد كده ويتنفخ مع نفسه. شايفين ما شاء الله يعني العيش اتنفخ وتحفه جدا. هو ما فيش بس غير الطاسه الاولى دي، هو الرغيف الاولاني ده بس اللي يعني عصلك معاه شويه في حته النفخ وكده. بس برضو حبيت اشاركه مع حضراتكم يعني. هي جت حته في الجنب كده، بس انا فضلت معاه كده واقلبه شمال ويمين لحد ما الحمد لله يعني لحد ما اتنفخ شويه. انما بقيه الكميه بصراحه والله جت تحفه جدا جدا وكلها اتنفخت. يعني حضراتكم هتشوفوا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم بقى. ببدا ان انا اضيفه اول ما يبدا يتشمع من تحت كده، ابدا بقى ان انا اقلبه على الوش التاني لحد برضو ما ياخد تشميعه من تحت. هبدا بقى ان انا اقلبه واسيبه مع نفسه كده. طبعا بقى ممكن وانت بتقلبي بالسباتيولا كده تلاقي مثلا الرغيف اتخرم منه حته، اتعمل منه حته. شايفين زي ما انا ضغطت على الحته اللي بتطلع الهواء كده، ضغطي عليها عشان يبدا الرغيف يعني يتنفخ معاكي كده ويبدا ان هو يفرد. انما شايفين مثلا الرغيف التاني ده ما كانش اتخرم مني وكده، فما شاء الله اتنفخ لوحده وكان تحفه جدا. هبدا بقى ان انا افضل اقلبه بقى من الجنب ده للجنب ده كده لحد ما يبدا ان هو ياخد لون كويس كده من فوق ومن تحت. انا محبتش يعني احذف اي حاجه من المقطع ده، يعني حبيت اشاركه كله مع حضراتكم كده. يعني انا مسرعه المقطع بحيث انكم تشوفوا كل الكميه اللي انا عملتها، وما شاء الله كلها يعني اتنفخت وكلها جميله يعني ما شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم بقى، لو في اي حته بتطلع هوا عندك حاولي انك تسديها، هتلاقي الرغيف يعني انفتح معاكي بسرعه جدا. احب اقولك بقى انك لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا وعجبتك الوصفه بتاعتنا، اوعي تبخلي عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. ان شاء الله يعني اتمنى ان يكون محتوى القناه يعني بيعجبكم وتستفيدوا منه. شايفين بقى العيش بتاعنا القمر ما شاء الله يعني تحفه جدا جدا، وكله اتنفخ زي ما حضراتكم شايفينه كده. يعني ما فيش رغيف مثلا باظ مني وكده، ممكن مثلا حته في الجنب ما اتنفختش. انما مثلا كل العيش اللي معايا اتنفخ كده. اهم حاجه انك تسيبيه بس بعد ما تشكليه دواير كده، تبداي انك تسيبيه ان هو يخمر كويس جدا بحيث ان هو يتنفخ معاكي. اي حته بقى بتطلع هوا كده ببدا ان انا اضغط عليها بحيث انها تكتم البخار جواه والرغيف يتنفخ معانا بسرعه. هخلص بقى كل الكميه مع حضراتكم كده. طبعا بقى بتضيفي اتنين، بتضيفي تلاتة، يعني ده على حسب حجم الرغيف معاكي. شايفين ما شاء الله الرغيف يعني بيقب لوحده ازاي، يعني بصراحة تحفة جدا جدا. وهنا بقى لو في حته مثلا بتخرج هوا الكلام ده، انت مثلا ممكن تخلي سمكه يعني اتخن من كده شويه. انا يعني ما حبيتش ان انا اتخن سمكه زياده عن اللزوم، يعني انا حبيت السمك ده يكون كويس جدا ويكون خفيف كده بحيث ان انا لو سبته بره ما يجرالوش حاجه. يعني هو بصراحه كان تحفه جدا جدا يا جماعه، يعني من اول رغيف لاخر رغيف بصراحه كان تحفه. هنا بقى هبدأ اخلص كل الكمية كده. شايفين ما شاء الله عمال يتنفخ يعني تحفة تحفة. يعني انا زي ما بقول لحضراتكم ما حبيتش ان انا احذف المقطع ده مثلا او اسرع او الكلام ده يعني. انا حبيت ان انا اشاركه معاكم. انا يا دوبك بس سرعت المقطع كده بحيث ان خلص بسرعة. هنا بقى دي كانت اخر طاسة معايا بقى بعملها. شايفين ما شاء الله يعني هيتنفخ كده الرغيف. هنا بقى كنت جيت شيلته وكانت قطع منه حتة كبيرة اللي هو الصغير ده. فشايفين بقى اول ما ضغطت عليه يعني اتنفخ بسرعة ازاي. يعني كل ما اضغط على القطعه اللي انا قطعت منها تلاقيه اتنفخ على طول. فهنا بقى كانت اخر طاسه كده وخلصت كل كميه العيش. شايفين ما شاء الله العيش بقى طبعا اللي بخرجه بغطيه بفوطه على طول، يعني بحيث ان هو يفضل طري معاكي. شايفين العيش طري ازاي، ويعني بصراحة جميل جدا جدا. شايفين طراوته، شايفين مفتوح وجميل، يعني ينفع في السندوتشات مثلا تفطري بيه تتعشي بيه تعمليه لاولادك في المدرسة. يعني بصراحة جميل جدا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم انتوا ممكن مثلا تضيفوا عليه لبن، تضيفوا عليه زبادي، تعالوا القيمة الغذائية بتاعته. يعني ما شاء الله تحفة جدا جدا وطري جدا. واول بقى ما يبدأ ان هو يهدى شوية كده ابدأي بقى عبيه في اكياس وعينيه في الفريزر لو عايزة تعيني كمية منه. شايفين بقى ما شاء الله العيش بتاعنا طري وجميل وسمكه حلو جدا جدا. فلحد هنا بقى يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يا رب ان وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها ولو بشيء بسيط. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.